السلام عليكم، مرحبا بكم في المغرب الآن تيفي، القناة اللي كتنقل لكم آخر الأخبار والمستجدات بسرعة وباختصار. ما تنساش دير لايك واشتراك باش توصلك الأخبار الجديدة. بداية الخبر: مع اقتراب عيد الأضحى 2026 رجعت أسعار الأضاحي تخلق نقاش كبير وسط المغاربة بعد ما سجلت بعض الأسواق ارتفاعات جديدة في الأسمنة. وهذا الشي خلى بزاف ديال الأسر كتسول واش الحولي هذا العام غادي يكون في متناول الجميع. وحسب معطيات متداولة كاين أسمنة كتختلف حسب الوزن والسلالة والمنطقة، وبعض الفئات المتوسطة ممكن توصل ما بين 3000 و 4000 درهم أو أكثر. وفي نفس الوقت الحكومة دارت إجراءات مؤقتة لتنظيم عمليات بيع وتسويق الأضاحي بهدف متابعة السوق خلال هذه الفترة الحساسة قبل العيد. وزاد الجدل بعد ما خرجت أخبار على فتح تحقيق متعلق بسوق الأضاحي وسط التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين. كاينين حتى آراء كتقول باللي تحسن المراعي والتساقطات الأخيرة يقدر يخفف الضغط شوية، ولكن المخاوف مازال موجودة حول الأعلاف والنقل وكلفة التربية. السؤال اللي بقى مطروح: واش أسعار الحولي غادي تنخفض مع اقتراب العيد، ولا المغاربة غادي يواجهوا مفاجآت جديدة؟ كتب لينا في رأيك في التعليقات. شحال كتشوف الثمن المناسب للحولي هذا العام؟ وما تنسوش الاشتراك في القناة المغرب الآن تيفي وتفعيل الجرس.